مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في نشرتنا النهاردة من قناة ملوكة الإخبارية. أول خبر معانا عن التعليم. وزارة التربية والتعليم أعلنت إن في خطة جديدة لتطوير المناهج بداية من السنة الدراسية الجاية. الخطة هتركز على إن الطالب يفهم المعلومة بشكل أوضح وأسهل، وكمان هيكون في تدريبات للمدرسين على طرق تدريس حديثة. الخطة دي هدفها إن الطالب يعتمد على الفهم مش الحفظ، وكمان هيتضاف دروس عملية في العلوم والرياضيات علشان الطلبة يطبقوا اللي بيدرسوه. أما الخبر التاني، هيئة الأرصاد الجوية حذرت من موجة حر شديدة هتستمر لحد نهاية الأسبوع. الهيئة قالت إن درجات الحرارة هتكون أعلى من المعدل الطبيعي بكتير، ونصحت الناس يشربوا مية كتير ويتجنبوا الشمس خصوصاً وقت الظهر. وكمان لازم الأطفال وكبار السن ياخدوا بالهم كويس علشان ما يتعرضوش لضربات شمس. وفي خبر تالت متعلق بالصحة، وزارة الصحة أعلنت عن حملة قومية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في جميع المحافظات. الحملة هتبدأ الأسبوع الجاي وهتكون متاحة مجاناً في الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية. الهدف من الحملة تقليل انتشار العدوى مع دخول فصل الخريف، وكمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمرض زي كبار السن والأطفال. ونروح للرياضة. النادي الأهلي حقق فوز مهم في مباراته الأخيرة في الدوري، والفوز ده رفع رصيده للنقط اللي بتخليه في المركز الأول. الجماهير كانت مبسوطة جدا، والمدرب أكد إن الفريق مركز كويس وهدفه إنه يكمل المشوار لحد البطولة. وعلى الجانب التاني نادي الزمالك بيستعد لمباراته القادمة، واللاعبين عاملين معسكر مغلق علشان يركزوا في التدريب ويحققوا نتيجة إيجابية. وفي خبر عن المجتمع، وزارة الشباب والثقافة أعلنت عن مبادرة جديدة لتشجيع القراءة بين الأطفال والشباب. المبادرة دي هتشمل توزيع كتب مجانية في المراكز الثقافية والنوادي على مستوى الجمهورية. كمان هيكون في مسابقات ثقافية وهدايا رمزية للطلبة اللي شاركوا، والهدف نشر حب القراءة عند الجيل الجديد. أما على المستوى الاقتصادي، الحكومة أعلنت عن خطة لزيادة إنتاج القمح المحلي السنة الجاية. الهدف من الخطة تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المصري. الخطة دي هتشمل دعم المزارعين بالبذور والأسمدة، وكمان تقديم قروض ميسرة علشان يشجعوهم يزرعوا مساحات أكبر. وفي خبر تاني اقتصادي، أسعار البنزين والسولار ثبتت زي ما هي للشهر التاني على التوالي. لجنة التسعير تبع لوزارة البترول قالت إن القرار جاي بعد دراسة أسعار البترول العالمية، وإن الهدف هو الحفاظ على استقرار السوق المحلي. وفي خبر بيهم الأسر المصرية، وزارة التموين أعلنت عن إضافة أنواع جديدة من السلع على بطاقات التموين زي منتجات الألبان وزيوت. الخطوة دي علشان توفر للمواطنين سلع متنوعة بأسعار مخفضة، خصوصاً مع دخول المدارس وزيادة مصاريف الأسر. أما عن التكنولوجيا، وزارة الاتصالات أعلنت عن خطة لتوسيع شبكة الإنترنت في القرى والمناطق الريفية. الخطة هتبدأ في 10 محافظات، وهيتم تطوير البنية التحتية علشان الإنترنت يبقى أسرع ويوصل لكل البيوت. وفي خبر عالمي، الأمم المتحدة عقدت اجتماع لمناقشة أزمة التغير المناخي. الاجتماع شدد على ضرورة تقليل انبعاثات الكربون وتشجيع الدول على استخدام الطاقة المتجددة زي الشمس والرياح. كمان ناقشوا تأثير الحرايق اللي حصلت الفترة الأخيرة في دول مختلفة وإزاي أثرت على البيئة. وفي خبر تاني عالمي، منظمة الصحة العالمية أعلنت عن تقدم كبير في إنتاج لقاح جديد لمكافحة مرض منتشر في بعض الدول الأفريقية. اللقاح لسه تحت التجارب النهائية، ولو نجح هيساعد في حماية ملايين الأشخاص من المرض. أما عن الفن والثقافة، في مهرجان سينمائي دولي اتفتح النهاردة في القاهرة، والمهرجان بيشارك فيه فنانين من دول عربية وأجنبية. هيتم عرض أفلام متنوعة، وكمان في ندوات لمناقشة قضايا الفن والإبداع. وبالنسبة للرياضة العالمية، فريق ريال مدريد الإسباني فاز في مباراته الأخيرة في دوري الأبطال، واللاعبين قدموا أداء قوي جدا. المدرب عبر عن سعادته وقال إن الفريق جاهز يكمل المشوار لحد النهائي. وفي خبر أخير معانا، مبادرة خيرية جديدة اتطلقت لمساعدة الأسر البسيطة قبل دخول المدارس. المبادرة هتوفر شنط مدرسية وأدوات للطلاب الغير قادرين، ومجموعة من المتطوعين شاركوا في توزيع المساعدات على المحافظات. وبكده تكون خلصت نشرتنا النهاردة من قناة ملوكة الأخبارية. نشوفكم في نشرات تانية قريب بإذن الله.